في حقيقة أي مدير مشروع أو أي مدير سبلاي تشين يعرفها كويس، وهي إن المشروعات العملاقة نادرا بتفشل بسبب إن فكرتها كانت سيئة، لكن هي ممكن تفشل لأن المنظومة وقفت، مورد أخر المادة الخام، وسيلة نقل اتعطلت، معلومة وصلت للشخص الغلط، أو قرار اتخذ متأخر، وفجأة سلسلة كاملة من العمليات تفضل تقع واحدة ورا التانية. النهاردة أكبر الشركات في العالم بتستثمر مليارات الدولارات عشان تمنع السيناريو ده إن هو يحصل، لكن الغريب هنا واللي هنقوله النهاردة إن في مشروع واجه التحدي ده من أكتر من 5000 سنة، مشروع اشتغل فيه آلاف البشر واتنقل خلاله ملايين الأحجار واستمر لسنوات طويلة، ومع ذلك مفيش دليل يقول إنه توقف بسبب انهيار في المنظومة. أكيد انتوا عرفتوا أنا بتكلم عن إيه، بس السؤال الحقيقي هنا مش إزاي المصريين القدماء بنوا الهرم، السؤال الحقيقي هو هم إزاي قدروا يحافظوا على المشروع ده شغال كل يوم، ودي هي الحكاية. كل منتج في حياتنا ليه حكاية، وكل حكاية بدأت بمشكلة، وفي كل مرة البشر كانوا بيلاقوا الحل، العالم كان بيتغير. أنا خالد رمضان ودي كان يا مكان. لما بنبص على الهرم الأكبر النهاردة طبيعي جدا إن عيننا تروح للحجر، للحجم، ارتفاع، وللدقة اللي هو اتبنى بيها، لكن أي شخص اشتغل في مشروع كبير عارف إن المشروع ما بيبدأش بأول مادة خام، المشروع بيبدأ بقرار. قبل ما عامل واحد ينزل للمحجر كان في حد خد قرار بموقع البناء، وقبل ما مركب واحد ينزل النيل كان في حد حدد المحاجر اللي هتوفر الحجارة، وقبل ما آلاف العمال يبدأوا شغلهم كان في حد حسب هو هيحتاج كام عامل تقريبا، وازاي هيوفر لهم الأكل، المية، الأدوات، ومكان الإقامة. في الحقيقة الهرم الأكبر ما كانش مجرد مبنى، كان مشروع قومي احتاج تخطيط قبل التنفيذ بوقت طويل، وده هو أول درس مهم في القصة. المشروعات العظيمة والكبيرة ما بتبدأش بالتنفيذ، بتبدأ بالتخطيط. النهارده شركات العالم بتقضي شهور ويمكن سنين في التخطيط قبل ما تبدأ إنتاج، والسبب بسيط، تكلفة الخطأ قبل التنفيذ أقل بكتير جدا من تكلفته أثناء التنفيذ. ومن الواضح إن المصريين القدماء أو الفراعنة كانوا فاهمين الحقيقة دي، وده لأن كل الأدلة الأثرية بتقول إن اختيار الموقع وتجهيز المحاجر وإنشاء الموانئ وتنظيم العمال حصل قبل ما يبدأ البناء الفعلي، يعني قبل ما يتحرك أول حجر كانت المنظومة بالفعل ابتدت تتحرك. وده يخلينا نسأل سؤال مهم، بعد ما الخطة بقت جاهزة إيه هو أول تحدي واجه المشروع؟ الإجابة كانت تأمين المورد الأهم وهو الحجر. أي مصنع في العالم عنده مورد لو اختفى الإنتاج كله هيقف، وبالنسبة لمشروع الهرم الأكبر أو مشروع الأهرامات كان المورد المهم ده هو الحجر. لكن الحصول على الحجر ده ما كانش مهمة سهلة، مش مجرد إن هم هيروحوا يحطوا الحجر على مركب والموضوع انتهى، لأن كل نوع من الأحجار كان ليه وظيفة مختلفة. يعني الحجر الجيري اللي كان جاي من ترى كان مشهور بنعومته، وعشان كده استخدم في الكسوة الخارجية واللي بتعكس ضوء الشمس. أما القلب الداخلي للهرم اعتمد على الحجر الجيري المستخرج من المنطقة المحيطة بالجيزة، وفي أجزاء معينة خصوصا داخل غرف الدفن الفراعنة أو المصريين القدماء استخدموا الجرانيت اللي جاي من أسوان واللي كانت على بعد مئات الكيلومترات في الجنوب، وده معناه إن المشروع ما كانش بيتعامل مع مورد واحد، كان بيتعامل مع شبكة من الموردين، كل مورد وليه موقع مختلف، وسيلة نقل مختلفة، زمن وصول مختلف، ولو أي مورد فيهم اتأخر هنا تبدأ المشكلة. لكن المصريين القدماء أو الفراعنة ما استنوش إن المشكلة دي تحصل، هم صمموا المنظومة بالكامل بحيث كل مرحلة تجهز للمرحلة اللي بعدها. يعني في المحجر العمال كانوا بيحددوا الكتل المناسبة ويقطعوها بأبعاد قريبة للمطلوب عشان يقللوا المجهود بعد النقل، وبمجرد إن الحجر يخرج من الجبل تبدأ رحلة جديدة تماما وهي مرحلة النقل. وهنا ظهر أول تحدي لوجستي حقيقي، وهي إزاي هينقلوا كتلة وزنها أطنان من غير محركات أو مواتير ومن غير معدات متقدمة، والمسافات طويلة جدا وبشكل متكرر والسنوات. الإجابة هنا حقيقة ما كانتش في القوة بس كانت في الانتظام، والأدلة الأثرية بتوضح إن هم استخدموا الزلاجات الخشبية، وكمان كان في تجارب حديثة اتعملت أثبتت إن ترتيب الرمال قدام الزلاجات دي كان بيقلل من الاحتكاك وبالتالي بيقلل من القوة المطلوبة لسحب الحجر. وده معناه إن المصريين ما كانوش بيدوروا على الحل الأصعب، كانوا بيدوروا على الحل الأذكى. لكن حتى بعد ما الحجر يخرج من المحجر كانت رحلته الحقيقية لسه ما بدأتش، لأن دلوقتي المورد بقى جاهز والدور دلوقتي بقى على شبكة النقل اللي هتحافظ على التدفق لموقع البناء يوم بعد يوم من غير انقطاع. وده بالظبط اللي هتشوفه في الفصل اللي جاي. لما الحجر خرج من المحجر انتهت أول مرحلة من الرحلة، لكن بالنسبة للمشروع المرحلة الأصعب هي اللي كانت جاية. أي مدير مشروع عارف إن وجود المادة الخام لوحده مش كفاية، وإن المواد الخام كلها لازم توصل في الوقت المناسب
في المكان المناسب وبالكمية المناسبة. وده بالظبط كان التحدي اللي واجه المصريين القدماء أو الفراعنة. كان بينهم وبين موقع البناء نهر النيل، أكبر طريق نقل عرفته مصر القديمة. لكن النيل ما كانش مجرد وسيلة مواصلات، ده كان شريان الحياة للمشروع كله. المراكب بدأت تتحرك في رحلات منتظمة شايلة الأحجار وبتروح للمواني اللي اتعملت مخصوص عشان تخدم المشروع ده. كل رحلة كانت جزء من جدول أكبر، لأن المركب اللي هيتأخر مش هيأخر حجر واحد، ده هيأخر عشرات العمال اللي مستنيين الحمولة دي توصل عشان يبدأوا شغله. وده هو الفرق بين نقل الحجارة وإدارة حركة الحجارة. وخلال سنة 2013 حصل اكتشاف غير الطريقة اللي المؤرخين فهموا بيها المرحلة دي. في منطقة اسمها وادي الجرف على ساحل البحر الأحمر، اكتشف علماء الآثار مجموعة من البرديات، واللي اتضح بعد ترجمتها إنها سجلات يومية كتبها مشرف عمال مصري قديم اسمه مرر. مرر ما كانش بيحكي قصة، كان بيسجل شغله، كان بيكتب عدد الرحلات وأماكن التحرك وأيام الإبحار وتسليم الأحجار لموقع البناء. ولأول مرة يبقى عندنا دليل يقول إن المشروع ده ما كانش بيتحرك بعشوائية، كان بيتحرك بمتابعة يومية. ولو قريت البرديات دي النهاردة هتحس إنك بتقرأ تقرير لمشروع حديث، مواعيد، حمولات، رحلات، تسليم، استلام. وده خلى العلماء يعيدوا النظر في سؤال مهم: يمكن السر الحقيقي في بناء الأهرامات مش في طريقة رفع الحجر، يمكن السر كان في إن الحجر كان دايما موجود في المكان اللي المفروض يكون موجود فيه. وده ما بيحصلش بالصدفة، ده بيحصل لما تكون المنظومة كلها شغالة وبتناغم. لكن حتى لو الحجر وصل في ميعاده لسه في سؤال مهم: مين هيستلمه؟ لما نوصل لموقع بناء الهرم طبيعي ان عينينا هتروح للعمال اللي بيرفعوا الاحجار، لكن الحقيقه ان الناس دي كانت اخر حلقه في سلسله طويله جدا. لان العامل اللي بيبني لازم ياكل ولازم يشرب ولازم يلاقي ادواته جاهزه ولازم ينام ويصحى ويرجع يشتغل تاني. وده معناه ان كل عامل واقف قدام حجر كان وراه عشرات الاشخاص اللي شغالين عشان يقدر يكمل يومه. الاكتشافات الاثريه في هضبه الجيزه كشفت عن مدينه كامله كانت مخصصه للعاملين في المشروع، مش مجرد مساكن لكن مخابز ومطابخ ومخازن وورش وأماكن للرعاية الطبية. وده بيغير الصورة اللي فضلت منتشرة سنين كتير واللي كانت بتقول إن الأهرامات اللي بناها عبيد. الأدلة اللي بين إيدينا النهاردة بتقول إن المشروع ده كان بيعتمد على عمال مهرة جدا وعمال موسميين وفرق متخصصة، وكل مجموعة من دول ليها دور واضح جدا داخل المنظومة. والأهم من كده إن توفير الطعام أو الأكل لكل العمال دي كان مشروع تاني في حد ذاته. يعني آلاف الأرغفة كانت بتتخبز كل يوم، مواشي كانت بتتذبح باستمرار، حبوب كانت بتتخزن وتتوزع. ولو أي مرحلة من المراحل دي تعطلت العامل مش هيقدر يكمل شغله. يعني نجاح البناء كان معتمد على نجاح الخباز، ونجاح الخباز معتمد على نجاح اللي جاب الحبوب، ونجاح اللي جاب الحبوب كان معتمد على نجاح النقل. فجأة تكتشف إن كل حاجة مرتبطة ببعضها، وإن المشروع ما كانش بس عبارة عن ناس بترص حجارة فوق بعض، ده كان فيه مدينة كاملة بتشتغل كل يوم عشان في النهاية الحجر يطلع مكانه. وفي اعتقادي ده سر القوة الحقيقية، مش عدد العمال لكن قدرة الدولة على إدارة آلاف التفاصيل الصغيرة من غير ما تفقد السيطرة عليها. ومن هنا بدأت الصورة تكتمل: الحجر بيتحرك، المراكب بتوصل، العمال جاهزين، والأكل متوفر. لكن يفضل سؤال أخير: مين اللي كان بيضمن إن كل ده يمشي بنفس الإيقاع ولسنين طويلة من غير ما المنظومة تنهار؟ وأعتقد إنكم هتلاقوا إجابة السؤال ده في الفصل اللي جاي. لما الناس بتقف قدام الهرم الأكبر أول حاجة بتلفت انتباهها هي الحجم، ملايين الأحجار المرصوصة بدقة. لكن الحقيقة إن أعظم إنجاز في المشروع ده ما كانش ظاهر للعين، لأن ببساطة أي شخص ممكن يشوف الحجر لكن محدش يقدر يشوف النظام اللي حرك الحجر. تخيل معايا المشهد ده: في نفس اللحظة اللي العامل في محجر ترى بيفصل كتلة جديدة لحجر جديد، كان في مركب بيفرغ حمولته عند الجيزة، وفي نفس الوقت عمال تانيين كانوا بيرفعوا أحجار وصلت قبلها بأيام. وفي مدينة العمال كان الخبازين بيجهزوا آلاف الأرغفة لبكرة، وفي المخازن كان في ناس بتحسب وبتسجل الكميات اللي خرجت والكميات اللي لسه هتخرج. كل ده تقريبا كان بيحصل في نفس الوقت، ولو أي جزء من المنظومة دي وقف التأثير ما كانش هيظهر في مكان واحد، كان هيظهر في كل مكان. وده هو أصعب نوع من المشروعات، لأن النجاح هنا مش معناه إن كل فريق كان بيشتغل كويس. النجاح الحقيقي هو إن كل الفرق كانت بتشتغل مع بعض كأنها فريق واحد. وده اللي خلى المشروع يستمر سنة ورا سنة، مش لأن المصريين كانوا بيشتغلوا أسرع من غيرهم، لكن لأنهم كانوا بيمنعوا التوقف. يمكن كانت في أيام اشتغلوا فيها أقل، وأيام ممكن يحصل فيها تأخير بسبب فيضان أو سيول طقس، لكن المنظومة نفسها كانت قادرة إنها تستوعب التحديات دي وتكمل. وده هو الفرق بين مشروع ينتهي ومشروع يعيش آلاف السنين. في بداية الحلقة سألنا نفسنا سؤال بسيط: إزاي مشروع بالحجم ده
اشتغل طول الفترة دي من غير ما ينهار. وبعد ما تتبعنا رحلة الحجر من المحاجر للنيل لمدينة العمال والموقع البناء في الآخر، بدأت الإجابات إنها تظهر لوحدها. السر ما كانش في حجر معين، ولا في أداة مفقودة، ولا في معجزة هندسية. السر كان إن كل شخص في المشروع ده كان عارف دوره كويس وبيعمله، والأهم إن كل دور كان مرتبط بالدور اللي قبله والدور اللي بعده. الحجر ما كانش بيتحرك إلا لما يجي دوره، والمركب ما كانش بيتحرك إلا لما كانت حمولته بتبقى جاهزة، والعامل ما كانش بيبدأ شغل إلا لما توصله كل المواد اللي هو محتاجها، والمخبز ما كانش بيشتغل إلا لما توصله الحبوب. كل خطوة كانت بتعتمد على الخطوة اللي قبلها وبتأثر في الخطوة اللي بعدها، وده هو السبب اللي خلى المشروع ده مستمر. النهاردة إحنا عندنا أسماء حديثة للمبادئ دي، لكن الفكرة نفسها كانت موجودة من آلاف السنين، وده لأن الحضارات العظيمة ما اتبنتش بالحجارة بس، كانت بتتبني بمنظومات شغالة كل يوم حتى لو الناس ما كانتش شايفة المنظومة دي. وده يمكن أكبر درس ثابته لينا الأهرامات، إن الإنجاز الحقيقي مش إنك تبدأ في مشروع ضخم، الإنجاز الحقيقي إنك تعرف تخليه يكمل. لما تشوف الهرم الأكبر بعد النهاردة، حاول ما تبصش للحجر الأول ولا الأخير، حاول تتخيل كل اللي حصل ما بين الاتنين. تخيل آلاف العمال، مئات المراكب، عشرات المحاجر، الطعام او الاكل اللي كان بيجهز كل يوم، السجلات اللي كانت بتتكتب، القرارات اللي كانت بتتاخد. هتكتشف ان الهرم الاكبر ما كانش اعظم مبنى في زمانه، ده كان كمان اعظم منظومة عمل عرفها العالم القديم. ويمكن من غير ما يعرفوا كان المصريين القدماء بيطبقوا الفكرة نفسها اللي لسه لحد النهاردة شركات كبيرة وصناعات كبرى بتعتمد عليها. الفكرة اللي بتقول ان النجاح عمره ما بيبدأ عند خط النهاية، النجاح بيبدأ من اول قرار ويستمر مع كل خطوة لحد ما يتحول الحلم لحقيقة. أنا خالد رمضان، ودي كان يا مكان.